الو. ايوه، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضل. قناه الطريق الشارع المسيح، اتفضل. انا بشكرك يا استاذ كرم، وبتابع البرنامج بتاعك على طول على العلم الواسع اللي انت بتقول لنا عليه دون. ربنا يخليك. وحقيقي بجد بشكرك، يعني اتصالي اولا عشان اشكرك بجد يعني. ثانيا انا بس بقول في موضوع برضو الاخوان ومسك الحكم في مصر، الهديه اللي هي اديتها لهم الاخوان ان هي مديها لهم سينا، وطبعا هي الاخوان الوحيده اللي هتساعدهم على تقسيم مصر. انا بضيف بس على حاجه على اللي انت قلته يعني. نعم. ومتشكر قوي. ربنا يخليك. طبعا اشكرك على هذه المداخله. طبعا حتى سيد قطب، انا جه في بالي دلوقتي سيد قطب. سيد قطب تعليمه في امريكا، وتعلم وقعد 6 سنوات في امريكا. مين اللي خلى سيد قطب يوصل للمرحله اللي هو وصل لها من اعطاء خطابات؟ ومين اللي عدمه؟ امريكا. نظرا برضو ان الكثير لا يعلم ان سيد قطب اتى الولايات المتحده الامريكيه وتعلم هنا لمده 6 سنوات، ثم ذهب الى مصر. وحتى في فكر جماعه التكفير والهجره وجماعه الاخوان المسلمين، اللي كان بيقبض عليه ابان الفتره اللي هي في العصر البائد ايام الرئيس حسني مبارك، اللي كان بيقبض عليه من جماعه الاخوان من قبل امن الدوله، كان اهم حاجه يشوفوا الكتب اللي بيقراها من جماعات تكفير وهجره، من كتب سيد قطب. لكن انا يهمني لب الموضوع، جذور الموضوع، ان كانت امريكا ليها دخل كبير جدا في اعدام سيد قطب. فهي بتعمل الرئيس وبتعمل الزعيم، وبرضه هي اللي بتقضي عليه. اللي بيحصل حاليا دلوقتي ده من قبل السياسه الامريكيه والخارجيه الامريكا، والسياسه الخارجيه الامريكيه ان بتلعب بكروت موجوده داخل الدول العربيه. حتى في مقوله قالها الرئيس الراحل محمد انور السادات، ان the Arabs agree for not disagree، ان العرب اتفقوا الا يتفقوا. ودي قالها في العرب ليج، جامعه الدول العربيه، في ميدان التحرير. العرب اتفقوا الا يتفقوا، يعني حتى بيتكلموا لغه الضاد، لكن حتى مش متفقين مع بعض. فاللي بيحصل حاليا سوريا انهيار، الدول العربيه في انهيار تام، لان طبعا مفيش اتحاد فيما بينهم. العمل صدام حسين الرئيس العراقي الولايات المتحده الامريكيه، واللي قضت عليه الولايات المتحده الامريكيه في عيد الاضحى. حتى القاضي اللي صدر وقال الحكم على الرئيس صدام حسين كان في يوم عيد الاضحى الساعه 5 الفجر، يعني مع اول اذان لأول شيخ أو إمام في الدول العربية تكون نهاية الرئيس صدام حسين بالإعدام، ليكون عبرة للملوك ورؤساء العرب. رؤساء الدول العربية عملوا حاجة ولا حاجة، لأن هم عارفين، السياسة الأمريكية عارفة أن أصلا الدول العربية ورؤساء الدول العربية مش متفقين مع بعض، هم يقعدوا يتخانقوا بس. يعني هم يخشوا الدول العربية، جامعة الدول العربية، يتكلموا مع بعض وتنتهي بخناقة. ليه؟ عارفين ان طبعا في حته الاروجنت وحته العنجهيه الكذابه وحته انا وانا وانا، دي عقليه عربيه معروفه. ومعروف ان ممكن ما فيش مائده مفاوضات، ما عرفوش يتكلموا مع بعض، يعني لازم خناقه، لازم مشاجرات، ما فيش ادب الحوار، ده مش موجود. فهم عارفين العرب قعدوا مع بعض مش هيتفقوا، يعني بيتكلموا لغه واحده بس مش هيتفقوا مع بعض. ليه؟ لان طبعا في اختلافات في الاراء، وكل واحد شاعر ان هو احسن من التاني وافضل من التاني، فهتكون النتيجه ايه؟ خناقه مع بعض. لذلك يعني رحمه الله عليه الرئيس السادات قال هذه الجمله، والجمله دي صحيحه، ان العرب اتفقوا الا يتفقوا. وده اللي بيحصل حاليا، ان فين رؤساء الدول العربيه من اللي بيحصل؟ ولا حاجه، والكل عباره عن اداه وعروسه دميه في اليد السلطه الامريكيه، هي اللي بتحرك. واول درس برضو لما الرئيس اوباما
حتى لما تولى الرئاسة أول درس أعطاه للدول الإسلامية إيه؟ في توليه الرئاسة قال إن من إسرائيل حقها الدفاع عن نفسها، وإحنا هندافع عن إسرائيل في حالة وقوع حرب على إسرائيل. يعني الراجل قالها صراحة. أي دولة دول عربية عشان تفكري إن أنت تحارب إسرائيل يا أمريكا إحنا هنحارب مع إسرائيل. ظهرت جدا بوضوح، في حتى الصورة ابتدت تتضح، وبدأ كان في ضبابية، دلوقتي في شفافية في الصورة. يعني الرئيس باراك أوباما عايز يقول إيه للدول العربية. أنا ما ببصش لهيلاري كلينتون إنها رايحة هناك عشان تهدي الموقف، لا، أمريكا عايزة كده، عايزة كده، عايزة اللي بيحصل ده، وعايزة يحصل ده لغزة. هي عايزة كده. أنا ببص للمنظر كفكر، ببص من ورا الصورة دي في خلفيتها في إيه؟ وللعلم بالشيء، أنا مش عايز أزعل الفلسطينيين، بس دي حقيقة، دي حقيقة. كثير من الفلسطينيين اللاجئين في الدول اللي هقولها دول، النرويج اوسلو، الدنمارك كوبنهاجن، السويد ستوكهولم، دي الدول اللي تعتبر في تقرير خاص من الولايات المتحدة الأمريكية انها تعتبر أكثر الدول رفاهية. الفلسطينيين بيحب يروحوا يعيشوا هناك. اوسلو عاصمة النرويج، كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، ستوكهولم في جالية فلسطينية كاملة بالسويد، عايشين على الإعانة الحكومة سواء السويدية النرويجية أو الدنماركية. دي حقيقة، دي حقيقة لازم أقولها. أنا مش ضد الفلسطينيين، بس دي حقيقة. في كتير خرجوا على المشاكل بين الفلسطين وإسرائيل على اللجوء للدول الأجنبية، حتى في أمريكا الجالية الفلسطينية، على أساس إن في مشاكل وهم لاجئين هيعيشوا فين؟ وبيعيشوا في الدول ديت، ونسيوا بالكامل، وبقولها أهو بحط تحتها 50,000 خط هايلايت وأنا أعرف ماذا أقول، نسيوا بالكامل جذورهم الفلسطينية. لو عملنا بقى كويشنير، يعني سألنا كده الفلسطينيين اللي قاطنين دولة إسرائيل، تحب تعيش مع إسرائيل؟ ولا تحب تعيش في دولة فلسطين السلطة الفلسطينية؟ هتلاقي كثير منهم يقول لك عايزين نعيش في سلام مع إسرائيل. طب ليه؟ العمل الاقتصادي اللي تشكل الإسرائيلي. الفلسطيني اللي بيعيش داخل القدس أو تل أبيب ويشتغل هناك، العملة اللي تشكل الإسرائيلي القيمة بتاعتها عالية جدا حتى بالنسبة للدولار الأمريكي. فلما بيعيشوا هناك، وفي منهم اللي هم معاهم باسبور جواز السفر السلطة الفلسطينية، اللي هم بيذهبوا إلى القدس ويعملوا ويعودوا مرة أخرى إلى سواء يافا أو حيفا رملة، بيحبوا إسرائيل. لكن في مستفيدين من اللي بيحصل للشعب الفلسطيني. بيستفيدون من ايه؟ من المعونات اللي جايه من اوسلو النرويج كل سنه، ملايين الدولارات جايه من اوسلو. المستفيدين من الموضوع ده مين؟ الزعماء الفلسطينيين. حتى كان ياسر عرفات رحمه الله عليه، اللي اتصلى عليه في جامع عمر مكرم في مصر، الرئيس الراحل ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني ابو عمار، كان مستفيد من القضيه الفلسطينيه. وكانت فلوس بتيجي من اوسلو من النرويج، كانت فلوس بتيجي من الدنمارك من كوبنهاجن، كانت فلوس بتيجي، كل ده معونات. كل ده بقى رايح فين؟ ما تسألنيش. مين اللي بيدفع الثمن؟ الشباب الصغير الفلسطيني اللي هو عنده حابب فعلا دولة، اللي هو خاص بالقاطنين في السلطة الفلسطينية وحاملين جواز السفر السلطة الفلسطينية. لكن في فجوة بينهم وبين الرؤساء والزعماء في سواء في فلسطين أو المسؤولين عن
الحركات، حماس، في فجوه كبيره جدا، في ناس مستفاده من ده. شوفوا الموكب اللي بيمشي فيه خالد مشعل، الموكب ده متكلف ملايين الدولارات، الفلوس دي بتجيبوها منين؟ الفلوس دي بتيجي منين؟ والشعب اصلا مش لاقي ياكل. لذلك اللي بيفهم، ودول اللي قاعدين بقى في اوروبا من الفلسطينيين، واللي بيطلع بيطلب لجوء للنرويج وبياخد لجوء وهو واقف بتوافق عليه، سواء الدنمارك جاليه بالكامل، جاليه فلسطينيه، السويد جاليه بالكامل، دي تعتبر دول اسكندنافيه، يعني عندها وسائل الرفاهيه رفاهيه عاليه جدا، وسائل رفاهيه الدوله بتصرف عليه لحد ما بيتعلم، لحد ما بياخد شهاده. دول الفلسطينيين في اوروبا. ده فكره عامه عن الفلسطينيين في دول اوروبا. طبعا في المانيا في جاليه فلسطينيه، بس في المانيا في جزء كبير من الجاليه الفلسطينيه مش زي السويد ولا النرويج ولا الدنمارك، اللي هي تعتبر الدول الاسكندنافيه الاوروبيه. مستفيدين وعايشين كويس جدا، بياكلوا احسن اكل، احسن عربيات، احسن حياه عايشينها. تعال اتكلم في القضيه الفلسطينيه يقول لك ابو عمار استفاد من القضيه الفلسطينيه، ياسر عرفات. اذا في مستفيدين من هذه القضيه الفلسطينيه. ولو سالنا، خصوصا اللي قاعدين بره، لو سالناهم عايز تعيش مع اليهود وتعيش معاهم، هيقول لك نعيش معاهم في سلام. الكبار مستفيدين والصغيرين هم اللي بيدفعوا حياتهم ثمنا لاخطاء الكبار. الكبار عايشين في قصور وفي رفاهيه، والصغير هو اللي ضايع، هو اللي بيدفع الثمن لان مش فاهم. اتعمل له غسيل مخ، خطابات دينيه رادعه، خطابات دينيه معموله ومتصنعه عشان تغسل مخك، تشحنك، بطاريات تتشحن، ولما بتتشحن بتعمل ايه؟ بتطلع تفجر نفسك.